رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الذي ترأس ورئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي قبل قليل أشغال الدورة 11 من الاجتماع الإسباني المغربي من مستوى عال الذي يعقد بحضور وفد وزاري مغربي هام، وسيتوج بتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف مجالات التعاون. وقبل ذلك انطلقت بمدريد أشغال منتدى الأعمال المغربي الإسباني بمشاركة مسؤولين وفاعلين اقتصاديين من البلدين. في الخبر الوطني، انطلقت اليوم عمليات استقبال المغاربة المقيمين بالخارج مرحبا 2015. مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ وتنظيم هذه العملية والتي تستمر إلى غاية 15 شتنبر المقبل هيأت 16 فضاء للاستقبال لمواكبة الحركة المكثفة للنقل البحري والجوي التي يتم تسجيلها عادة بهذه المناسبة. الصورة هذا الصباح من ميناء طنجة المتوسط في روبورتاج فؤاد العزوزي.